هلو يا حلوين. كنت قاعدة فايقة ورايقة وبحط مانيكير وبعدين لقيت تليفوني بيرن. الو، ايوه صاحبتي بتكلمني بتقولي ما تيجي ننزل يا ناني. قلت لها ايه ده ننزل دلوقتي؟ بس انا مش جاهزة. قلت لها طب خلاص انا هجهز بسرعة، اديني 5 دقايق وهجهز بسرعة. كان لازم اعمل ميك اب سريع وفي نفس الوقت شيك عشان خارجين بقى وهنتصور. قررت اول حاجة احط اللينسز دي فريش ليدي اللون الازرق. بصوا يا جماعة اللون ده ازرق زرق البحر، من اكتر درجات الازرق اللي عجبتني. بصوا اجنبية اجنبية بقى ما اقولكوش. عايزه اقول لكم فريش ليدي مريحه قوي. قررت كمان احط الليب سليبنج ماسك ده، كلنا عارفينه طبعا يا جماعه، ده بيبقى حلو قوي بس انا بحب احطه قبل ما انزل علشان يجهز لي شفايفي كده قبل ما انزل ويخليها حلوه في الروج. حطيته وفي اخر قبل ما احط الروج بشيله. طيب انا دلوقتي عايزه اخفي كل العيوب الحلوه دي وفي نفس الوقت بسرعه. كان الحل الوحيد هو كريم مايت سينما اللي انتوا عارفينه القمر ده يا جماعه فاونديشن وكونسيلر وكل حاجه ممكن تتخيلوها. ده غير ان هو كمان ووتر بروف يعني ضد الميه. ده غير ان هو خفيف جدا على البشره وبيخفي كل العيوب، التصبغات، الحبوب، اي حاجه. بيخفي الهموم لو عايزين كمان، وهتشوفوا دلوقتي النتيجه بتاعته. فجاه هتلاقوا وشي بقى كأنه كفر. وعايزه اقول لكم ان هو كمان سعره بيكون حلو جدا. كل الحاجات اللي هستخدمها دي هسيب لكم اللينك اللي انا جايباه منه علشان تستفادوا بالحاجات الحلوه دي. بصوا شال كل العيوب وخلى وشي بيور ومفيهوش اي مشكله. كمان عشان اوريكم الافكت بتاعه كان لازم اوريكم شكله على ايدي بيعمل ايه. بصوا يا جماعه هو بيشيل كل العيوب، بيقضي على كل التصبغات في ساعتها. حطيت على ايدي عشان تشوفوا الفرق ما بين الايد دي والايد دي وبسرعه جدا. بصوا الفرق ما بين الايد دي والايد دي. طبعا يا جماعه الفرق فظيع وفي لحظه بتنجزي نفسك وبتكوني خلاص. تعالوا بقى نعمل يلا مع بعض حواجب حاجه رقيقه وسيمبل. بصوا يا جماعه دي صابونه الحواجب من شجلام، حاجه كده قمر. بحط عليها ميه ورد وبعد كده هي جل كده، وبعد كده بتوقف لك الحواجب وبتخليها ثابته معاكي 24 ساعه بطريقه تحفه. بترسم الحواجب بالشكل ده وترفعها. انا عايزه اقول لكم ان هي ما كانتش محتاجه ان انا بعد كده ولا املى فراغات ولا اعمل حاجه. شكلها لوحده ادى الحواجب شكل. بصوا انا بس هعمل خط كده من تحت بالبودر بتاع الحواجب ان بس، ومش هعمل حاجه تانية وهسيب الحواجب زي ما هي زي ما عملتها الصابونه، لان بجد نتيجتها كانت حلوه. انا اول مره اعمل حواجبي بالشكل ده واتبسطت جدا جدا بجد. صابونه شجلام دي غير كل الانواع اللي جربتها قبل كده وكرهتني في الطريقه دي، لكن الصابونه دي بالذات عجبتني جدا وهستمر على الشكل ده. وقولوا لي بقى في الكومنتات يا ترى عجبكم شكل الحواجب كده ولا لا. نضفت حوالين الحاجب بقى كده ببودر بسرعه بسرعه، وحطيت اي شادو سريع حاجه كده هاديه لان انا كنت مستعجله. انتوا ناسيين ان احنا قدامنا 5 دقايق بس، هم 5 دقايق والفيديو كله هتلاقوه 5 دقايق. حطيت كده اي شادو سريع سريع. حتى خط الايلاينر قررت ان هو يكون سحبه بسيطه كده تدي بس توسيعه كده للعين. بصوا يا دوبك بس سحبت سحبه كده بسيطه بسيطه كده. عايزه اقول لكم ان نودي ستور اللي جايبه من عنده كل الحاجات دي بجد يا جماعه عندها كل الميك اب الاوريجينال والميك اب القمر، وعندها حاجات حلوه قوي قوي بجد. لازم تدخلوا الجروب بتاعها هتلاقوا عندها كل حاجه. ومن اكتر الحاجات بقى اللي عجبتني عندها الماسكارا دي، ماسكارا ميبيلين. طبعا يا جماعه بصوا عجبتني الافكت بتاعها. ادى فوليوم حلو قوي قوي للرموش. انا بوريكم خطوه بخطوه زي ما انتوا شايفين. انا مش حاطه لكم ولا اي فلتر، انا مش بتاعت فلاتر، كل حاجه على الطبيعه زي ما انتوا شايفين. وكنت متعمده ان انا اوريكم شكل وشي كده وحته من رقبتي علشان تعرفوا الفرق ما بين اللي عملوا الفاونديشن قبل وبعد، عشان تعرفوا ان هي عامل افكت تحفه. حطيت بقى الماسكارا، وطبعا اي زيادات هتنزل من الماسكارا عادي بعد كده بنطبطب عليها بالبودر وكل ده بيروح بس لما تنشف مش في ساعتها عشان ما تسحش وتبوظ الدنيا. الماسكارا كانت عملت تحول طبعا في اللوك. طبعا الماسكارا دي ممكن تغنيكي عن ان انت تحطي رموش. عجبني قوي قوي ماسكارا ميبيلين دي يا جماعه بجد تحفه. حطيت بلاشر سريع سريع كده، وكان الراعي الرسمي لللوك بتاعي بقى حاجه قمر كده يا جماعه. الروج اللي جاي ده روج حياتي وهو كيكو. كيكو ده القلم اللي معايا ده رقم 103. بصوا يا جماعه بقى ده في حته تانية. طبعا انا مش هكلمكم عن كيكو حلاوه كيكو، الدرجه دي انا بموت فيها. حطيت الروج كده، الروج ده لوحده عمل لي اصلا لوك، ده لوحده اساسا مكياج. وسبته بقى ينشف شويه كده علشان بقى كمان احط الجلوس عليه. عايزه اقول لكم ان الدرجه دي انا بموت فيها، دي بتليق معاكي على اي حاجه، لايقه جدا على المانيكير كمان. هنا خلاص كده بدأ ينشف. هحط بقى الجلوس عشان تشوفوا اللوك النهائي.
عايزه اقول لكم الميك اب ده ما اخدش معايا 5 دقايق، بس طبعا كان اهم حاجه الحاجات اللي انا استخدمتها هي اللي ادتني افكت سريع وحاجه حلوه وخلت اللوك تحفه. بصوا يا جماعه حلاوته وجماله بعد الليب جلوس. طبعا انا مش عايزه تحطي جلوس انت حره، ده كان اللوك يا جماعه، وده كان لازم اوريكم الفرق ما بين ايدي دي وايدي دي. نودي ستور عندها كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي واللي استخدمتها كلها، وخصوصا بصوا انا كنت بوريكم بقى ان الحاجات فظيعه، كل الحاجات دي من عندها بجد يا جماعه. هتتبسطوا جدا لما تدخلوا عندها، والاسعار عندها لطيفه جدا وهتتبسطوا قوي قوي قوي. كل الحاجات المكياج وهدوم وحاجات حلوه قوي هتلاقوها جوه نودي ستور، هتتبسطوا جدا جدا عندها. باي باي.